فلوس عادية اتوثقت. انا بس عندي 100 فولور في الانستغرام وقدرت اتوثق. شفتي كيف الفلوس بتجيب الاشياء. هاي جايز، هلا نبدأ الفيديو. يس، هذا الحاصل حاليا في مجتمع الانستغرام. اذا عندك فلوس او ما يعادل $15 اللي هو 50 درهم اماراتي، حتقدر انك تكون موثوق بالعلامة الزرقاء اللي هي نفس علامة المشاهير اللي قعدوا فيها 5 سنوات 6 سنوات او 3 سنوات انه يحصلوا على هذا التوثيق. انت ممكن تاخذه بلمحة بصر. طلع انه الناس كثير عملت هذه الحركة. في ناس قاعدوا يحكوا انه اذا انت موثوق تافه. ما حقول اي شيء، انتوا شايفينه بعيونكم انه ناس قاعده تتعب وتشتغل وتتوثق في النهايه توثيق عادل. اما في اشخاص بتدفع 50 درهم وبتتوثق توثيق عشان عندها 500 فلورز، عشان عندها 1000 فلورز، عشان عندها 2000 فلورز. ايش يا عزيزي، الدنيا ما كده تمشي. اللي بيتعبوا واللي بيعرفوا انه صناعه المحتوى مره متعب، اوكي، ما راح يعملوا هالتوثيق الابو 50 درهم شيء سهل. لكن طلعت في اكتشافات جديدة وطلعت في استنتاجات جديدة خلت الأمور عادلة بين الجهتين. إنه حينزل توثيق الذهبي. التوثيق الذهبي حيكون الشخص المشهور عنده توثيقين، الذهبي والأزرق، تمام. والدافع 50 درهم حياخد التوثيق الأزرق بس عشان يجيب متابعين فلورز. فهل بتشوفوا هذا الشيء عادل إنه كل الناس يكون موثقة بالأزرق كان مشهورين ولا كان مو مشهورين؟ انا صراحه عن نفسي احسه مبعدل لانه صناعه المحتوى من اصعب الصناعات اللي الشخص بيتعب عشان يمشي فيها. كيف الناس بيتعبوا بيجتهدوا عشان يجيبوا افكار، عشان يعملوا تعديلات، عشان ينزلوا، والاستمراريه whatever عشان في النهايه يحصلوا على توثيق ازرق. فانا احس العداله اكثر لو كان في توثيق ذهبي وتوثيق ازرق. هذا كان نهايه الفيديو. هل اذا انت موثق تافه؟ ما ندري.